أنا كنت محبوس على ذمة قضية الموضوع ده. أنا بقالي 9 سنين 7 سنين ربنا تاب عليا الموضوع ده الحمد لله. المهم الحمد لله ربنا كرمنا وشغالين دلوقتي بخور أي حاجة يعني. أي شغل بلاقيه بشتغله، بحارة نقاش أي شغل. بس طبعا في تعب جالي فيروس سي فما بقدرش أشتغل زي الأول. المهم ان ده مكاني اللي انا بنام فيه انا واتنين اولادي، طفل عنده 90 يوم وطفل عندها 3 سنين وزوجتي. وصحاب البيت ادونا اوضه تحت بنعمل حمام في جردل في قلبيها، الله يبارك لهم. لما لقوا السقعه هنا والاولاد بقت تتعب هنا في المكان دوت. وكنت طالع كانوا مديني جواب شؤون، المفروض ان انا اخد بيه كشك، اخد بيه شقه، اخد يعني يا شقه يا كشك. لا ده اتنفذ ولا ده اتنفذ وحضرتك زي ما انت شايف نايمين اهوت. يعني لو زريبة مواشي عمره ما حد يرضى ينام يحط مواشي في قلبي. طبعا استغلوا ظروفي في ان انا ابيع كليتي عشان انا فصيلتي تدي لاي حد دم اي حاجه يعني. الفصيله بتاعتي يعني ان هي تدي كده، وكانوا عايزين ياخدوها ب20,000 جنيه. والله انا اتصلت اكتر من مره بالنجده، المفروض ان انا اقول للنجده. النجده طبعا قالت لي لما تيجي كليتك مسروقه نبقى نعمل لك حاجه. والله حتى مساعده ان انا اكمل الاوضه دي والحمام حتى، بس كشك او اي حاجه، اي حاجه اقدر اعيش بيها لان انا عندي طفل ميت من التلج. انت بعد ما دخلت السجن وخرجت في حاجة اتغيرت بالنسبة لك؟ لقيت ان السجن يعني بصراحه يعني ارحم من الواحد فيه يعني. اشمعنى؟ بس الواحد ماشي الحمد لله بالحلال عشان الاطفال اللي انت حضرتك شفتها. يعني انت عايز حد يساعدك عشان ما تضطرش تعمل حاجة غلط وترجع تاني. بس واكل اولادي بالحلال بس. انت بتعرف تقرا وتكتب صح؟ انا المفروض ان انا ثانويه عامه يعني، بس ما خدتش شهادتها. انا الشهاده اللي انا معايا اعدادي وابتدائي.